تخيل تبدا اسبوعك وتلاقي مكنه الفايبر ليزر صوتها عالي وهي بتتحرك، الحساس بيخرف، المكنه مش بترجع لنقطه الصفر. كل دي مشاكل حلها في روتين صيانه اخر كل اسبوع مش هياخد من ايدك دقايق. رقم 1، تزييت وتشحيم القضبان والجرايد. من الطبيعي ان المكنه فيها مزيتة عشان تضخ الزيت للقضبان والجرايد، ولكن ده لوحده مش كفايه، لازم يكون عندك مزيتة يدوي عشان تمشي بيها على القضبان والجرايد عشان تحافظ عليهم من الصدى وصوت الماكينه يبقى هادي. رقم 2، السيراميكا. زي ما قلنا قبل كده ان دي بتشتغل كعازل كهربائي للحساس اللي بيقيس الارتفاع بين راس القطع والصاج. لازم تتنضف كل اسبوع من اي هباب كربوني او تراب معادن ممكن يشوش على اشاره الحساس ويخليه يقرا الارتفاع غلط. اتاكد ان مفيش فيها اي شروخ صغيره، لان اي كسر هيخلي نظام التتبع يفصل وراس القطع هتنزل في الصاج على طول. رقم 3، حساسات محاور المكنه ليميت سويتش. اتاكد من قدره محاور المكنه اكس واي زد على العوده لنقطه الاصل اوريجين، ولو لقيت اي خلل فيها نظفها من الهباب الكربوني او التراب الموجود عليها. تزييت، تنظيف، مراجعه الحساسات، 3 حاجات بسيطه في نهايه كل اسبوع هم الضمان اللي يخلوا المكنه تبدا الاسبوع الجديد بقوه وبدون اي مفاجآت تعطل الشغل.